ياسين جولال، عضو لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة. مواطنون أحرار في وطن حر. التعددية الحزبية، الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. مشروع حزب الاستقلال أسسه في إطار التعادلية الاقتصادية، التعادلية الاجتماعية، من أجل رفاهية وضمان العيش الكريم للمواطن المغربي. الإنصاف هو كل مواطن يأخذ حقه. لبنة أساسية من أجل أننا نحارب المفسدين في المشهد السياسي. النقد الذاتي مرجع كل الاستقلاليات والاستقلاليين. هو سر قوة وتماسك الحزب. أمر إيجابي التزم فيه الحزب مع المواطن من أجل إجراءات وتنزيل التدابير اللي تعاقد معها في إطار البرنامج الانتخابي. كنطمحوا نساهموا في استكمال ركائز الدولة الاجتماعية عن طريق حماية اللي فقدوا الشغل وأيضا الإصلاحات التي تخص التقاعد. السيادة الوطنية رهان أساسي للدولة المغربية اليوم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة مجالات وتحقيق الأمن الغذائي، الصحي، المائي والطاقي. مشروع مجتمعي كبير كنتمنى في الصياغة ديالو ما يزيغش على الثوابت الأمة ومن بينها الدين الإسلامي الحنيف. هي صمام الأمان ديال المجتمع المغربي. قضية جميع المغاربة. مفكر سابق لزمانه، معين لا ينضب، مجموعة من الأفكار والحلول والبدائل ومشروع مجتمعي سابق لأوانه، يستحق أن نقف عند هذا المفكر الزاهد. شريك أساسي في التنمية، رافعة للاقتصاد والنمو الاقتصادي بالمغرب، يستحق أن يكون في صلب الاهتمامات من أجل إقرار المواطنة الكاملة للمشاركة السياسية، وأن يكون في مراكز القرار لصياغة وبلورة السياسات العمومية الموجهة له. أريد من المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال أن يكون مؤتمر التميز، مؤتمر الفكر، مؤتمر الوحدة الحزبية، ومؤتمر من أجل الريادة وتصدر المشهد السياسي بالمغرب.